يلا الحين انا رايح للدجاج. السلام عليكم. ما نحاشوا هالمرة، ليش؟ عارفين ان في بتاع. يلا بالعافية زي ذاك اليوم، طلعت الراجنة وطلعوا عيال. كلنا خذل الشيء من هالصحن. ناظروا الراجنة اللي هي وينها، اللي هي على اليسار اللي قدامها الصيصان. ناظروها شلون تاكل. ناظر كيف شهيتها، شهية الراجنة تكون كأنها مريضة. طبعا هي هذه وضعية الرجن، تسوي نفس الحركة هذه. ليش؟ سبحان الله، إذا صار عندها رجن تصير شهيتها شبه مقفلة، ما تاكل إلا شوي أصلا. تعال يا ديك العري، تعال. يلا راح كل اجلس كذا واصور. مو فاضي قاعدين يبدأ. لا كل ناظروا الدجاجة اللي هي اللي على اليسار. أبد اليوم ما في مقطع يعني، ولكن يوم بقى من العشاء رحت أعطيهم. قلت خل نصور، في ناس مهتمين بوضعية الدجاج وكذا يعني. على طول خلصت ماكلة وراحت. شوف أما الباقي بيقعد ياكل. رجعت هونت. نظر ولدها الديك نفس اللون. بالعافية. تبون بيرة؟ يلا تعال. اليوم صلحنا السلم هذا، شوف السلم بس انه ما ضبط، تطلق، ما ربطناه زين. بنعيد تربيطه عشان الدجاج يدل ينوم عليه. ليش الدجاج ينوم عليه؟ لان تصير الارض باردة،
والدجاج إذا لقاها زي هذه يحب إنه ينوم مرتفع، يتمسك برجلينه ولا ينفرش في الأرض. أنا ما أبغاه ينفرش أبد في الأرض، لأن إذا لقى زي كذا أنا اليوم يعني ما بعد خلصت، ولكن بعيد تصليحها. الأسيام كذا ما هي ضابطة، لازم أخرم هنا وهنا وأدخل السيم وأربطه، وهنا نفس الشيء. عاد بصلحها اليوم، ما ظنيت، يمكن بكرة. خلصتوا؟ نروح نشوف شلون ناموا. أخرت وياه. ادخلت على بيضها. أنا عارف إن في ناس بدهم يشوفوا الداخل. طلع ذا. طلعت هي بعد. شوف الداخلي، في أحد داخل شلون؟ شلون فراخ زادت. فيها الفرخ ذا ما طلع، غريبة، قاعد مع أمه طلعت وقاعد. ارجعي انت وقشت بعيالك، يلا. هذول اسمعوا صوت الرق. إذا طلعت الصوت هذا يعني هو صوت الرق، هو صوت الرجل على البيض. الفرجين ولا لا؟ بس ظهرنا صاملة لأنها مطلعت صوت الرق. هذا حطينا سطل بوية وقش حق مكيف، حطينا عليه خيشة عشان يصير أليلة، وهذا حطينا عليه شو اسمه خيشات ذي الخضر حقات البيوت المحمية، وحطينا عليه نشارة خشب ورفعناه عن الموية عشان لو يجي غسل موية ولا مطر ولا شيء. الظاهر انها استلمت.
طبعا هاي طريقتهم، ترجن وتطلع بعض البيض، ثم إذا أخذت شوي دخلت البيض هذا وطلعت البيض الثاني، وبالطريقة زي كذا هي. هذا البيت الثاني توه ما بعد حطينا فيه البيض. إن شاء الله أن أفدناكم. طولناها مع الدجاج حلقتين ورا بعض، ولكن لأسباب، لأن الحمام شفتهم عندهم حركات تزاوج كثيرة، وقلت خلهم ألين ياخذون على المكان ويبيضون ويرجنون يصملون، عشان إذا دخلت عليهم ما أحوسهم. أنا كذا طبيعتي، أحب الشيء لين يركد ويصمل ثم أبدأ أدخل. ما يعني أنا دخلت اليوم بخفية، طفيت اللمبة وسحبت الموية، عبيت موية، نظرت العلف ونحشت وبس. ما عندنا إلا هذا. اللي ما اشترك يشترك، واللي مشترك يعطينا لايك، ودزوا المقطع لغيركم، خلوها نستفيد ويستفيد غيركم. وما قصرتوا على المشاهدة، بيض الله وجيكم، الله يوفقكم في حلالكم. يلا السلام عليكم.